نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، كيف الحال؟ السلام. شو اسمك؟ عبد الرحمن بعلبكي. عبد الرحمن بعلبكي من لبنان العين. صحيح. هذا المفروض بناء على الاسم. صحيح. كيف حالك؟ الحمد لله. أي تخصص؟ قانون. أي سنة؟ الثالثة. ما شاء الله، باقي لك خلاص يعني ها؟ إيه. السنة الجاية إن شاء الله آخر سنة. إن شاء الله. الله ييسر أمورك. كم تحفظ من القرآن؟ أنا أحفظه كاملا نوعا ما شاء الله. تمام. وحد إن شاء الله بعد كم شهر نشيل كلمة نوعا ما وتقول أحفظه كاملا إن شاء الله. إن شاء الله. تحرص على إتقانه بإذن الله. إن شاء الله. من أي سورة ستقرأ؟ الصافات. تمام. من آية وإن من شيعته لإبراهيم. بسم الله. برواية حفص ها؟ صحيح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم
قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. صدق الله العظيم. الله يعطيك العافية يا عبد الرحمن، نفع الله بك وزادك حرصا وأداء حسنا. ما شاء الله القراءة في المجمل حسنة، إلا أن هناك بعض الملاحظات. تنبه للمشددات بشكل عام، لا تستعجل فيها أبدا. المشدد عبارة عن حرفين، ساكن فمتحرك، فأعطيه حقه، يعني لا تستعجل أبدا. تمام؟ شوف، فبشرناه غير فبشرناه بغلام، لا تستعجل، أعطيها حقها بتؤدة. وكذا إذا كان الحرف شديدا، مثل إذ جاء ربه أيضا، ولا تستعجل ربه بقلب. تمام؟ طيب، في خلقكم، هذا شيء نسميه توالي الحركات، صح؟ كم فتحة عندك؟ 4. 3 فتحات. 3. والرابعة بعد محركة ضمة. تمام؟ فلازم نحافظ على الوزن حتى ما يصير ما يسمى بالاختلاس. ايش يعني اختلاس؟ يعني تأتي بحركة أسرع من حركة. احنا لا، ما نبغي هذا، دام هي كلها محركة نأتي بها بنفس الوزن. خلقكم. تمام؟ ولا أقول خلقكم وما، لا تسرع في حرف دون حرف، حاول تجيب نفس الميزان، وتحتاج دربة، يعني لا تظن الأمر صعب، لا، تدرب عليها والموضوع إن شاء الله يكون سهلا. وتنبه للإخفاء، بارك الله فيك، أيضا أنه يتبع الذي بعده. الآن أنت قلت لا تنطقون ثم فخمت. صحيح، هو اللسان لازم يكون على الحرف اللي بعده. أيوة. لكن أنا ففخم من أول. أحسن، دام عارف القاعدة خلاص أمورك طيبة إن شاء الله. نفع الله بك. دكتور محمد. الله يحفظ شيخ، أتيت ما شاء الله عليها كلها، ولكن أيضا نضيف أولا القراءة والصوت جميل ومرن، لكن نضيف بعض الملاحظات وليست زيادة على الشيخ، وإنما من باب النفع والمناصحة. الأمر الأول، عندك النون والميم إذا وقفنا عليهما تكون ساكنة وفيها أصل الغنة. فيها إيش؟ أصل الغنة فقط، أصل الغنة، معنى ما نزيد عليها زمن، مثلا تعلمون مستقيم، لا، خلها بأصل الغنة فقط، تعلمون مستقيم. تمام؟ هذا الأول. الأمر الثاني بارك الله فيك أيضا إغلاق الشفتين على الحرف، حرف النون المشدد، سواء كان متوسطا أو على النون إذا سكنت في الوقف. ما نقول تعلمون وما زال الصوت ما تعلمون. إيش اللي تولد معنا الآن؟ اختلط بإيش؟ بالميم، بحرف الميم، لأن الميم تخرج من الشفتين. أو في المشدد النون مثلا إذا كانت في الوسط، إن، نقول إن، يعني الآن حرف مبهم صحيح له نون مشدد وله بميم إيش؟ مشدد. تنتبه لهذه بارك الله فيك. وأخير النقطة الأخيرة، حرف الدال يخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. عندما قرأت كلمة صدقت، أخرجت الطرف إلى رأيناه، يعني على مسافة، لأنه مشكلة التقويم عشان لا بأس إذا لا حرج. الله ييسر أمورك إن شاء الله. إذا شفاك الله وعافاك، لكن نحن كتبناها لك. الله يحفظ، جزاك الله خير. يعطيك العافية شيخ جاسم. الله يعطيك العافية. نفع الله بك، تلاوة جميلة ما شاء الله. ملاحظة فقط على التحكم بالتنفس. صحيح. ما شاء الله تأخذ نفس ما شاء الله يعني عميق قبل ما تتلو الآية، توصل عند نهاية الآية تكون أنت استنفذت كل النفس. صحيح. حاول تتحكم بالنفس ما قبل إلى نهاية الآية،
بصورة بحيث أن أنت يعني تكون مرتاح على تلاوة بالكامل. وهذه الملاحظة. شيخ هيثم. أكرمك الكريم، لا أزيد على ما قاله المشايخ، لكن دائما هذه ملاحظتي أنه لا نقرأ بوتيرة واحدة. يعني أنت قرأت مقام النهود، مقام جميل، مقام تعليمي ممتاز جدا يقرأ به شيخنا الحصري. الأصل يعني أنت قرأت وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. كل النهايات للآية نفس الشيء، وهذا خطأ. لكن ضروري أنك تسلم الآية، يعني وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، ثم تنتقل الآية الثانية وهكذا. جزاك الله خير ونفع الله بك، وتلاوة حقيقة يعني حسنة. أكرمك الكريم. جزاك خير. وهذه الآيات التي تلوتها من سورة الصافات وهي قصة عظيمة التي قرأتها، قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه ثم مع ابنه. وهذه القصة سبحان الله، يعني كيف أن إبراهيم عليه السلام رأى رؤيا أنه يذبح ابنه، ورؤيا الأنبياء حق، يعني لابد أن تفعل على أرض الواقع. فليس العجب في رؤية إبراهيم عليه السلام هذه الرؤيا وأنه يريد إنفاذها، بل العجب في هذا الابن عندما قال له يا أبت افعل ما تؤمر. يعني شيء عجيب سبحان الله، يعني يراد منه أن يساق إلى الذبح، ومع ذلك يقول لأبيه يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. دام أن الأمر من الله سبحانه وتعالى فنحن نسلم، ولذا قال الله فلما أسلما، أي سلم أمرهما إلى الله سبحانه وتعالى. وأنت اليوم أيها المسلم، يعني وأيتها المسلمة، كثير من الأمور يطلبها منك الله سبحانه وتعالى أقل بدرجات كثيرة مما طلب من إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام، ويقول لك أنا ما أقدر، لا أستطيع. طيب إيش اللي ما تقدر؟ والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ترى كل الأمور التي جاءت بها الشريعة مردها إلى التيسير. لا تظن أن الأمر فيه كلفة الإنسان لا يستطيع أن يطيقها، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وهو الذي شرع الأحكام. فانظر إلى هذا التسليم العجيب من إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام. فكلما دعتك نفسك تذكر هذه القصة وسلم أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.